السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي نتمنى ينال الإعجاب ديالكم. على بركة الله نبدأ. كالعادة دائما تذكير لجميع المتتبعين، خاصة الجدد لأول مرة غادي يشاهدوا القناة، يفعلوا زر الاشتراك ووضع علامة الإعجاب والمشاركة مع الأصدقاء ووضع تعليقات فضلا وليس أمرا. بالنسبة لهذا الفيديو اللي غنتكلم عليه، هو فيديو يعني فيه واحد المحتوى رياضي 100%، ودائما يدخل في إطار الدولة الجزائرية اللي كتحاول دائما تشوش على المنتخب المغربي، وكأنها دولة صبيانية. يعني ما اللي غادي تلاحظوا في الفيديو هو أن الدولة الجزائرية كتقوم بأفعال يمكن حتى دري صغير ما يديرهاش. يعني هاد الدولة الجزائرية كما قلنا في الفيديو السابق وفي الفيديوهات اللي دازوا، بأنها تحاول إلهاء الشعب الجزائري بأي طريقة كيفما كان نوعها، حتى ولو تكون هاد الطريقة فيها ضرر للغير. نكملوا الحديث ديالنا بالنسبة لهذا الموضوع اللي غنتكلم عليه اليوم. كما كنعرفوا الدولة الجزائرية تحاول فبركة جميع الفيديوهات، وكما كنعرفوا بأنها عندها واحد الباع طويل في الرشاوي وفي شراء الذمم في جميع المجالات، خاصة في الهاشتاغ وفي هادشي ديال السرقة والقرصنة ديال الفيديوهات من اليوتيوب وتحويلها لجهات أخرى باش تحاول يعني دير الفوتوشوب ديال بعض الفيديوهات وتحاول تموه الرأي العالمي. هذا فقط غير خلاصة ديال النظام الجزائري الفاسد، النظام الهرم اللي ولى عليه الدهر وأكل عليه الدهر وشرب. يعني هذا النظام اللي مازال يعتو في الأرض فسادا، نظام غبي، نظام فيه جميع المواصفات ديال البلادة وديال الدهاء. وهذا النظام اللي كنعرفوا بأنه يصول ويجول ويسبح في الأماكن العكرة، خاصة أنه موصلش لهذاك الشيء اللي بغى يوصل ليه، لا في زعزعة الأمن واستقرار البلد المغرب، ولا في إلهاء الشعب الجزائري اللي تفضح اليوم بأنه القرارات والهرطقات اللي كانوا كيتكلموا عليها الذباب الإلكتروني الجزائري بأن المنتخب الجزائري سيتأهل المونديال. فقط هذه كلام مزخرف، وكما كنقولوا بمثابة در الرماد في العيون. ولكن هاد الفضيحة مؤقتة بالنسبة للدولة الجزائرية، خاصة بعد اقتراب موعد المونديال، وبعد ذلك ستعرف الجزائر حراكا ومطالبة بحقوق أبناء شعبها. بالنسبة للموضوع اللي غادي نتكلم عليه الآن، هو أن تصوروا أن الدولة الجزائرية كيفاش تتجرأ وتريد المس بالمنتخب المغربي. غادي يجينا غريب بأن دولة، وبالأخص أن تكون جارة، تحاول دائما إلصاق التهم بالمنتخب المغربي، ماشي فقط بالمنتخب المغربي للكبار، حتى الفئات العمرية أقل من 17 سنة، 20 سنة، 23 سنة، يعني جميع الفئات اللي كتمارس رياضة كرة القدم كيحاولوا بالمعنى يريدون تشويه بسمعة الرياضة المغربية. ولكن كما كنقولوا دائما، فالمغرب رقم صعب عليهم لن يستطيعوا الوصول إليه، رغم أنهم يبذرون الأموال لخلق
مشاكل للمغرب. والمستفيد الأول هما الذباب الإلكتروني اللي كيطبل النظام الفاسد، النظام الجزائري. واللي كنحاولوا دائما نوصلوه لهاد الجيران ديال السوء، هاد الدولة الجبانة اللي أصبحت أضحوكة للعالم. فالعالم أصبح يعرف حقيقة الكبرانات اللي كيحكموا هاد الدولة الفاسدة. والمشكل حتى الشعب الجزائري أصبح رهينة هاد النظام، هاد النظام اللي ولى عليه الزمن وفقط ينتظر اقتراب ساعته. بالنسبة كما قلنا هذا الحدث اللي يحاولوا الجزائريين يتكلموا عليه في جريدة الجزائر اليوم، هي جريدة معروفة بالدولة الجزائرية، هي جريدة ممولة من النظام ديال الكبرانات. قالت بأن كتبت وتحدثت في القنوات الجزائرية بأن المنتخب المغربي منع من دخول دولة قطر لهذا السبب. أشنو هو هذا السبب؟ داروا في الجريدة بأن المنتخب المغربي منع من دخول الأراضي القطرية لوجود ساحر بين اللاعبين المتوجهين للعب في المونديال قطر 2022. والغريب في الأمر يعني الله دائما تحصلهم، المنتخب المغربي مازال ما مشاش لقطر، يعني كاين اللاعبين اللي مازال في الأندية ديالهم، يعني باقي ما مشاوش لقطر. يعني كيف يعقل لدولة أرادت أن تدخل إلى بريكس والله جازاها في نفس الوقت؟ يعني لاحظنا بأن في الدخول ديالها من بريكس رفض. علاش؟ لأنها ليست بقوة ضاربة، هي قوة هاربة، يعني دولة تريد الشر للجيران كيف أن الله يساعدها. وهاد الدولة دارت هاد الإعلان في الجريدة وفي القنوات ديالها، يعني أصبحت أضحوكة. لاحظنا كيف هاد الدولة الجزائرية كيفاش تعاملت مع الشباب اللي يلعبوا بطولات في الجزائر، مغاربة في المنتخبات أقل من 17 سنة، كيف عاملهم هذا النظام الفاسد. وجاء واحد التقرير من الفيفا يتحدث عن المنتخب المغربي المونديال قطر 2022 وأسماه بالقوة الضاربة، يعني أعطى رسالة، واحد الميساج مشفر للفرق الأخرى كالمنتخب البلجيكي، المنتخب الكندي، منتخب كرواتيا، باش يكونوا يعني على استعداد لمواجهة المنتخب المغربي، لأن الفيفا عارفة قوة ديال المنتخب المغربي. ناضت الدولة الجزائرية برئاسة الكبرانات تهلل وتطبل نحن قوة ضاربة. هذه القوة الضاربة في ماذا؟ نتساءل دائما، الجزائر قوة ضاربة في ماذا؟ في الشر، في الجبن، في كل ما هو سيء. وهذه الجزائر أصبحت يعني تتدخل في العديد من الشؤون، ولكن كما كنقولوا دائما وقت الظالم قريب. الظالم يعني دائما كي يجازى في أسرع وقت، يعني كما كنقولوا في جميع المناسبات بالنسبة لدعاء المظلوم ليس بينه وبين الله، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وهذه رسالة للنظام الجزائري والشعب الجزائري اللي كيمشي في طريق الشر وطريق الفساد. وكما كنقولوا يعني هاد الدولة كتحاول دير فتن بين الشعوب، وتحاول دير كل ما هو
فيه المشاكل وكترجع للوراء، ولكن العالم كله يعرف حقيقة هذا النظام الفاسد. ومرة أخرى أقول لكم شكرا جزيلا لكم وتحياتي.